قضية النهاردة قضية أغرب من الخيال. هي واقعية بس أنا في حالة عدم تصديق. معرفش لو حد مر بالظروف دي قبل كده أو سمع، ياريت يحكيلنا. حصلت القرن الماضي في سنة 1896 في فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. بطلة القصة اسمها ألفا زونا، كان عمرها 22 سنة. في أكتوبر في نفس السنة اتعرفت على جوزها الحالي اسمه أراساماس. أول ما شافته هما الاتنين حبوا بعض من أول نظرة، وبعد 3 شهور بالظبط اتجوزوا. كان 23 يناير 1897، وعلى طول حملت، وده طبعا كان خبر سعيد بالنسبة لها. ولما وصلت للشهر السابع في الحمل حصلت لها حادثة وهي نازلة من على السلم، اتزحلقت ووقعت. طبعا جوزها اتخض عليها وراح جاب لها الدكتور على طول. الدكتور بعد ما كشف عليها بلغ الزوج انها ماتت. الزوج اول ما سمع الخبر ده دخل في نوبة بكاء وانهار تماما، وبلغ الاهل والاصدقاء اللي هم اول ما عرفوا ان هي الفا ماتت طبعا اتصدموا. واحدة لسه متجوزة من كام شهر وحامل، خبر بالنسبة لهم كان صدمة. جم البيت على طول. لما جم البيت لقوا الزوج منهار تماما، كانوا خايفين عليه ان هما ممكن يحصل له حاجة من الصدمة ومن البكاء الشديد. كانوا قاعدين يصبروا فيه، عارفين ان هما واخدين بعض عن حب وان هما كانوا في منتهى السعادة، والكل كان بيحسدهم وشايفين قد ايه هما كانوا بيحبوا بعض. فطبعا اتخطفت وما كانش مستعد ان هي تحصل لها كده، وكان مستني مولوده الاول، فكانت صدمة صدمتين. فكانوا هم مقدرين الحزن اللي هو فيه، فكانوا قاعدين يصبروا فيه. ده حتى في الجنازة كان حاضن النعش بتاعها وما كانش قادر حد يجي يقرب يودعها الوداع الأخير، قاعد حاضنها وبيبكي بكاء رهيب. وكل ما يحاولوا يزقوه عشان يودعوها ويلقوا عليها نظرة أخيرة، انتوا عارفين بيسيبوهم بيبقى في تابوت كده وهي تبقى ظاهرة للجميع، وكل واحد بيلقى عليها نظرة ويودعها. ما فيش حد قدر يلقى عليها نظرة ويودعها، كان ماسك في التابوت ده ومش قادر يسيبه، حاضنها ومش عايز يسيبها خالص، وبكاء رهيب حتى وقت الصلاة، لغاية ما قدروا بقى يبعدوه شوية لغاية ما اتدفنت. وبعد شهر من الوفاة الزوج بدأ يهدى شوية وبدأ يتعايش مع الوضع الجديد، والجروح بدأت تلم. بس في فبراير حصل حاجة غريبة. أم ألفا اسمها ماري في بيتها في أحد الليالي كانت بتستعد للنوم. طبعا الأوضة كانت ضلمة وهي في السرير، حست بحد في الأوضة، فتحت عينها شافت ظل حد. الظل ده كان بينادي عليها يقول لها ماما ماما. طبعا اتفزعت وقامت من السرير وراحت دورت في الغرف كلها، ما لقيتش حد، ورجعت لسريرها وكملت نوم. تاني يوم حكت الحكاية دي لأصحابها وقرايبها. قالوا يمكن انتي بتفكري كتير في بنتك، ده طبيعي يعني، فما تقلقيش، ويمكن ده من كتر تفكيرك في بنتك. النهار عدى عادي، وبالليل حصل نفس الحكاية. ما دخلت السرير وقفلت النور حست بحد، والحد ده كان بينادي عليها يقول لها يا ماما. أما فتحت عينيها ما لقيتش حد قدامها، وحكت برضو الحكاية دي لأهلها. قالوا يمكن عشان انتي قاعدة لوحدك طول النهار وما بتخرجيش، اخرجي واختلطي بالناس يمكن تنسي حزنك على بنتك، ودي أوهام وده مش حقيقي. الأم اقتنعت بالكلام، قالت أكيد دي أوهام يعني مش ممكن يكون حقيقي. بس بالليل برضو سمعت نفس الصوت ونفس الحكاية حصلت. كل ما بتخش تنام تسمع الصوت ده، وتكرر على أيام. في أحد الليالي الصوت ده قال لها ماما أنا بنتك، أنا هنا، عاوزاكي تساعديني. إن الغريب إن الأم ردت عليها قالت لها أيوة عايزة إيه يعني؟ قالت لها أنا اتقتلت وعايزاكي تساعديني إن أنت تسلمي القاتل للعدالة وياخد عقابه. طبعا الأم اترعبت من الكلام ده، قامت عشان تمشي ناحية الظل وتشوف اللي هي شايفاه ده حقيقي ولا خيال. قبل ما تقرب من الظل ده كان اختفى. وتكرر الكلام ده كل ليلة، تجيلها وتقول لها ساعديني ولاقي القاتل بتاعي وسلميه للعدالة، لغاية ما الأم اقتنعت فعلا بالحكاية دي وما بقتش تخاف، وبدأت تتحاور مع الظل ده وتعرف منه المعلومات وتساعده. الصوت كان صوت بنتها، قالت لأمها أنا ما متش بسبب إن أنا وقعت من على السلم، أنا في حد قتلني وهثبت لك كل كلمة من كلامي. قالت لها في علامة على رقبتي، ولو شفتي العلامة اللي على رقبتي هتعرفي إني مت من الخنق، ما متش بسبب إن أنا وقعت من على السلم. وعشان تثبت لها كلامها ظهرت لها وورت لها رقبتها، والأم شافت كذا علامة على رقبتها واتأكدت من كلام بنتها، وسألتها ايه اللي حصل وليه العلامات دي كلها على رقبتك.
قالت لها اللي قتلني خنقني واتكسرت عظمة رقبتي في ايده، وده سبب العلامات الكتير، وانا مت بسبب الخنق مش بسبب ان انا وقعت من على السلم. وسألتها مين اللي عمل فيكي كده؟ قالت لها مفيش غيره، جوزي. قالت لها ليه؟ ده هو انتوا متجوزين عن حب، ازاي يعمل فيكي كده وليه؟ قالت لها لان انا بعد ما اتجوزنا اكتشفت ان هو كان متجوز قبليا مرتين ومكنتش عارفه، واما عرفت بقينا نتخانقوا، وكل ما افتح الموضوع ده معاه كنا بنتخانق، لغايه ما جه يوم لما رجع من البيت اتخانقنا كالعاده، بس هو بقى وصل لمرحله ان هو اتعصب وخنقني، وبعد كده بعد ما موتني رماني من على السلم، ومش فاكره بعد كده ايه اللي حصل. الام قالت لها مفيش حد ممكن يصدق الكلام ده. البنت قالت لها لاحظتي حاجه في جنازتي؟ قالت لها لا، انا ما كنتش مركزه وانا كنت في وعي. البنت قالت لامها انتي ربيتيني وعارفاني عمري كله، عمري لبست النوع ده من الفساتين؟ قالت لها اي فساتين؟ قالت لها لاحظتي انا كنت لابسه ايه يوم جنازتي؟ قالت لها انا كنت لابسه فستان طويل، وكنت فاكره ان بسبب ان هو الفستان طويل انت اتكعبتي من على السلم ووقعتي، وده السبب ان انت متي، وجوزك قال لنا كلنا نفس الحكايه انه بسبب الفستان اتكعبلتي. البنت قالت لأمها فكري في الموضوع، أنا عمري ما لبست فستان برقبة، ولا عمري كنت بحب النوعية دي من الهدوم، وما كنتش بحب ألبسهم. الأم قالت لها طب إيه علاقة الفستان بموتك؟ ألفة قالت لها جوزي لبسني الفستان برقبة ده عشان يداري العلامات اللي على رقبتي وتنفضح جريمته. وفي حاجة تانية، لاحظت يوم جنازتي كان في ناس كتير كان موجودة في الجنازة، في حد قرب من جسدي؟ قالت لها لا، أنا افتكرت مفيش حد قرب من جسدك. قالت لها هو ما خلاش حد يقرب منك أصلا، كل ما يلاحظ حد يقرب منك كان بيحضنك وبيبكي. قالت لها ده ما كانش بيبكي، ده كان بيداري على جريمته، وما كانش حد عايز يقرب مني عشان يشوف العلامات اللي على رقبتي. سألتها طب الطبيب ما شافش العلامات اللي على رقبتك؟ هو ما فحصكيش لما كتب بشهادة الوفاة بإنها حادثة؟ قالت لها ماما روحي واسألي الدكتور وخدي معاكي محامي واسأليه إذا كان فحصني كويس ولا لأ عشان يعرف سبب وفاتي، واسأليه وساعتها هتتأكدي من الحقيقة، وساعتها المجرم هياخد عقابه، وأنا هستريح، غير كده أنا مش هستريح لغاية ما المجرم ياخد عقابه. الأم راحت للمحامي وقالت له كل اللي حصل وحكيت له الحكاية كلها. المحامي ضحك وما صدقهاش طبعا، قال لها انت بتقولي ايه؟ في روح بنتك جاتلك وحكت لك كل الحكايه دي وازاي اتقتلت؟ ده كلام حد يصدقه؟ ولا المحكمه هتصدقه ولا انا مصدقه. الام قعدت معاه 6 ساعات عشان تحاول تقنعه باللي حصل وان فعلا ده روح بنتها اللي حكت لها الحكايه دي، لكن هو طبعا ما اقتنعش. قالت له تفتكر انا مجنونه؟ قالت له انا عاقله وواعيه وعارفه كويس قوي انا بقول ايه، امبارح بس عرفت الحقيقه كلها، ومن ساعتها انا حزينه جدا لما عرفت ان بنتي اتقتلت، ما ماتتش بسبب حادثه. طب لو انت مش مصدقني تعال نروح للدكتور اللي فحص بنتي ونساله اذا كان هو فعلا فحصها ولا لا. الاتنين راحوا للدكتور، المحامي والام. المحامي سأل الدكتور شفت ايه في جسد البنت خلاك تستنتج انها حادثه؟ قال له الزوج لما استدعاني وقال لي تعالى البيت سألته ايه اللي حصل، قال لي انها وقعت من على السلم واتجرحت، لما فحصت نبضها بلغته انها ماتت، وساعتها دخل في نوبة بكاء شديد وقعد يحضنها وما خلانيش اتقرب منها وما قدرتش افحصها، وعشان كده انا كتبت التقرير بتاعي لانها حادثة بناء على كلام الزوج، ولانه كان صعبان عليها جدا من كتر ما هو كان بيبكي وحزين جدا عليها. الطبيب كان مستغرب من سؤال المحامي، انتوا بتسألوا السؤال ده ليه؟ المحامي قال له ان الام جات لها بنتها في المنام وقالت لها انها ماتت مقتولة وعايزة القاتل يتعاقب، وانها ماتت بسبب الخنق وكسر في الرقبة. الطبيب سرح شوية وقعد يسترجع الاحداث اللي حصلت، وبدأ يشك في تصرفات الزوج وانها كانت مقصودة، وان هو ما كانش منهار ولا زعلان عليها، انه كان بيداري على جريمته. الطبيب سأل المحامي ايه الاجراءات المفروض نعملوها دلوقتي عشان الحق يظهر. المحامي قال له هنطلب اخراج الجثة ونطلب تشريحها. الطبيب قال له ده مش ممكن يحصل من غير اذن، قال له فعلا هنقدم اذن للمحكمة. الطبيب قال للمحامي مش معقولة هتقدم اعادة نظر في القضية عشان حلم اتحلم وان الروح جت وحكت للأمة اللي حصل، ده مش منطقي، احنا محتاجين دليل. ولان مفيش دليل المحامي قدم طلب اعادة نظر للمحكمة على اساس ان الطبيب ما فحصش الجثة كويس.
المحكمة سألت الطبيب إذا كان ده صحيح، قال لهم فعلا أنا ما فحصتش الجثة كويس عشان الزوج ما سمحليش إن أنا أفحصها كويس. المحكمة طلعت أمر بإعادة فتح القضية باعتبار إن الطبيب ما فحصش الجثة كويس، وكمان سلوك الزوج المريب. بس ما جابوش سيرة بقى الروح اللي ظهرت وحكت للأم الحكاية كلها. وتم استخراج الجثة وتشريحها في 22 فبراير 1897. وبعد 3 أيام من التشريح طلعت نتيجة التشريح، طلعت إن في فعلا كسر في الرقبة من الخلف وعلامات صوابع على الرقبة، دليل على إنها ماتت من الخنق. وبناء عليه تم القبض على الزوج اللي اعترف بجريمته. قال لهم إن هو كان متجوز مرتين قبل ألفا، وإن مراته الأولانية طلقته والتانية اختفت في ظروف غامضة ومحدش عرف يوصل لها لغاية دلوقتي، وهو فعلا قتل ألفا. محاميه حاول يثبت إن الماري للأم مقتل عقليا، ولأن مفيش حد صدق كلامه، لأن كلامها كان كله متزن وحصل بالفعل، وكل اللي قالته تم إثباته، وإن هو طبعا اعترف، والدليل كله على إنه قتل البصمات وعلامات الكسر وسلوكه وكل دوت. فاتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. يعني القضية دي لو ما كانش الشبح ظهر ما كانتش اتحلت، وكانت بقت حادثة وما كانتش جريمة، وكان فلت من العقاب وبقت الجريمة الكاملة. أنا بجد في حالة عدم تصديق. يعني أنا لقيت المصدر بتاع القصة ويوتيوبر أجنبي كان قايلها، بتأكد إن فعلا دي حقيقة حصلت مش خيال. معرفش يعني انتوا حد حصل أو سمع حد ظهر له حد من الأموات؟ يعني أنا أعرف إن في حد ممكن يظهر له ميت في الحلم يقول له على دلائل مش كلام مباشر عشان يوضح له حاجة أو يطلب منه حاجة، لكنه مش كلام مباشر وصريح ويظهر له ويكلمه ويجيب له استنتاجات ويجيب له دلائل ويتكلم معاه بمنطق ويبين له العلامات على رقبته زي ألفا ما عملت، يعني بتوري لها جزاتها، يعني جزاتها ظهر بالنسبة لها. مش عارفة يعني ده في حاجة من الخيال ولا واقع ولا ايه بالظبط يعني. بعدين فكرت فاكرين فيلم اسماعيل ياسين اللي هي اسمها عفريتة اسماعيل ياسين؟ هل الافلام دي بتبقى جاية من فكرة حصلت في الواقع؟ لان الحدث القضية دي حصلت في 1800، يعني اكيد كتب قصة اسماعيل ياسين الفيلم سمع القصة دي او اتعملت فيلم اجنبي، يعني بياخدوا فكرة وبعدين بيعملوها مسلسل او فيلم. فهل فعلا يعني دي واقع حصل قبل كده يعني؟ وبعدين وانا بدور لقيت فيه جريمة تانية اتحلت عن طريق برضو شبح. ايه حكاية؟ مش فاهمة يعني. يا ريت حد يقول لي في الكومنت. يعني انا في حالة عدم تصديق، يعني عقلي مش مصدق. يا ريت اسمع ارائكم، ولو مش مشتركين اشتركوا، ويا ريت لو مش عاجباكم القناة قولوا لي في تعليقاتكم اذا في اي شيء تحبوا اصلحه، او لو انا مش جيدة بلغوني. انا ما بزعلش من النقد. واشوفكم على خير في قضية اخرى. سلام.